هوفر لك افضل خدمه حرفيا انت محتاجها. فكل الحاجات دي تخليك تشترك في الباقه اللي ب 7000 جنيه. طب ايه اللي يخليك تشترك معايا وما تشتركش مع المدرب في الجيم؟ رقم واحد، مدرب الجيم عنده تارجت لازم يحققه، فبالتالي هو محتاج ينجز العميل بسرعه في التمرين ويمشيه. عكس انا تماما، انا عندي برنامج تدريبي لازم هتخلصه، برنامج بتلتزم بيه. عكس المدرب في الجيم، المدرب في الجيم عايز ينجزك ويمشيك، فممكن يحط لك تمارين ما تفيدكش للحد اللي انت محتاجه، لمجرد ان هو محتاج ينجزك عشان العميل اللي بعدك يجي يمرنه وهكذا، عشان هو عنده تارجت وعايز يحققه. انما انا ما عنديش تارجت، انا هدفي انت، بنزل معاك انت بس. الباقه دي كل شخص بيتمرن لوحده، سعرها تعتبر مناسب جدا. فدلوقتي حضرتك الباقه دي مش مناسبه معاك، في باقات تدريب اونلاين. مش مناسب معاك تدريب اونلاين، في باقات للتغذيه لو انت عايز تغذيه بس. انما دي باقه مخصصه لناس معينه حسب امكانياتها. فلو انت ما عندكش الامكانيات الكافيه اللي تخليك تشترك في باقه زي دي، فبالتاكيد مش هتناسبك. محدش رد في الكومنتات يقول لي المدرب في الجيم هيكون ارخص منك. دي حقيقه، هيكون ارخص مني. انا بقول لك مدرب الجيم هيكون أرخص. بس حضرتك قبل ما تيجي تقول لي التعليق ده في كومنت، روح اتمرن مع مدرب الجيم، تعالى يا جدعان. انا بدخل الجيمات، الناس اللي واقفه في الجيمات كلها بتبقى عايزه تتمرن معايا، والله العظيم مغرور، ودي حقيقه. ولكن انا ما بحبش يعني ايه اعمل الشغل بتاع المدربين التعبانين ده. فانا ببقى داخل الجيمات الناس كلها عايزه تتمرن معايا. انا مش عايز اقول لك ان قسما بالله وإذا حصل اكتر من عميل اكون موجود في الجيم ويتمرنوا مع مدربين ويخشوا يكلموني بياخدوا رقم ويتواصلوا معايا. فما تقوليش اصل المدرب مش عارف ايه. انا قلت لك الباقه لو مناسبه ليك، لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا موجوده في وسط الفيديو، وابعت لي رساله وكنا نتواصل مع بعض. بس كده، سلام.